السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع فيديو النهاردة مهم جدا، وهنتعرف مع بعض ازاي نعالج الرموش سواء تطويل او تكثيف، وانتي بنفسك هتلاحظي الفرق في اسرع وقت ممكن. وطبعا هنعمل مع بعض ماسكارا طبيعية بمكونات طبيعية وامنة 100% على العين وعلى الرموش. بس ناخد بالنا من مرحلة مهمة جدا، وهي مرحلة التعقيم. لازم تعقمي كل الادوات اللي هتستخدميها علشان ما تضريش او تأذي عينك. خلينا نشوف مع بعض الخطوات عملنا ازاي الماسكارا، واتمنى ان الفيديو يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايكس وشير وسابسكرايب. خلينا نشوف مع بعض الخطوات. اهم حاجة عندي طبعا وهي مرحلة التعقيم. جبت عبوة ماسكارا فاضية وغسلتها، وبعدين عقمتها بالكحول وشلت الكاوتشة اللي فوق دي عشان اقدر اتحكم فيها بعد كده. وبعدين هنجيب فازلين وهنسيحه على النار زي ما انتم شايفين كده. طبعا من اهم فوائد الفازلين ان هو بيساعد على تكثيف وتطويل الرموش في فترة قصيرة جدا، وتقدري تستخدميه كمان لوحده. هنيجي بقى لحاجة مهمة جدا، وهي الحجر الاسمد. الحجر الاسمد دوت تقدري تجيبيه حجر عادي، وممكن تجيبيه مطحون، بس طبعا لو جبتيه حجر عادي مش هتعرفي تطحنيه. بس ناخد بالنا كويس جدا ان هو مش مغشوش، لان ناس كتير جدا بتغشه. فوائد الحجر الاسمد ان هو بيساعد على تقوية النظر وزيادة طول الرموش، وطبعا بيعالج التهابات العين. تقدري تستخدميه لوحده بمكحلة. تالت حاجة عندي وهو الفحم النباتي. الفحم النباتي ده بيكون عبارة عن كبسولات او اقراص زي ما انتم شايفين. انا هطحنها كده كويس جدا لحد ما تنعم خالص، تبقى عاملة زي البودرة. ومن اهم فوائد الفحم النباتي ان هو بيحتوي على عناصر مضادة للفطريات والبكتيريا، وبيساعد على تطويل الرموش وتكثيفها برضو بطريقة فظيعة، وليه فوائد كتير جدا جدا للبشرة وللشعر. وهنحطهم على بعض زي ما انتم شايفين. بعدين هنيجي نسيح تاني فازلين وهنحطه على المكونات، وبعدين هندمجهم ببعض كويس. بالنسبة بقى للنسب والكميات انتي تقدري تتحكمي فيها بالنظر. دي طريقة تانية لتسييح الفازلين علشان لو مش عندك شمعة. هندمجهم بقى ببعض كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان انا ادوب كل المكونات في بعض ولحد ما اوصل للقوام بتاع الماسكارا الطبيعي. وهو ده كان قوام الماسكارا بتاعتي. وبعد كده هنسيحها تاني على النار علشان اقدر ان انا افضيها في العبوة بتاعتي من تاني. زي ما انتم شايفين. وبعد ما اسيحها ارجعها في العبوة وهفضيها في علبة الماسكارا. بعد ما بفضيها في علبة الماسكارا زي ما انتم شايفين، ناخد بالنا كويس جدا واحنا بنفضيها علشان ما نبهدلش الدنيا. وبعد ما نفضيها هنحط الكاوتشة. طبعا الكاوتشة دي هي اللي بتظبط معايا بقى الدنيا. وهننضف العبوة كويس جدا من بره. وبعدين وانتي بتستخدميها هتحركي الفرشة بتاعتها كويس جدا، علشان طبعا انتي الفرشة انتي غسلاها، فهيبقى صعب ان انتي تقدري تاخدي المكون بسهولة. ده في البداية. طبعا هوريكم بقى سويتش طبعا بالماسكارا جميلة جدا، وتقدري تستخدميها مرتين في اليوم، مرة قبل ما تنامي ومرة اثناء النهار. وهي دي كانت الوصفة. اتمنى تكون عجبتكم الفكرة، واتمنى طبعا ان انتوا تجربوها، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.